بعد ما يعمل ليزك، بعد ما يعمل ازاي يحافظ على ازاي يحافظ على العمليه؟ يبعد عن ايه، يعمل ايه؟ طبعا بيبقى في شويه تعليمات لينا بعد العمليه مباشره. دي بنقولها للمريض. اولا العمليه التصحيح دلوقتي برضو من مزايا ان احنا تاني يوم بنقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي. يعني المريض بيعمل عمليه النهارده، بكره بيجي لي بطمن عليه، خلاص انت مارس حياتك، اتحرك بشكل طبيعي جدا. بديله شويه تعليمات مهمه بس في الفتره الاولانيه، هي فتره النقاهه، ان هو اول حاجه لازم يلبس نظاره شمس في الشمس، بيبقى فيه شويه حساسيه للضوء في الايام الاولى بعد العمليه. تاني حاجه بنطلب منه طبعا ان هو ما يجيبش ميه على عينيه لحد ما الجرح السطحي الخفيف بتاع الفلاب او ال2 مللي هما في عمليه الفيمتو سمايل، لحد بس ما نطمن، بيبقى زي حاجه وقائيه يعني. لمده اسبوع مثلا بعد العمليه، وما يجيبش ميه على عينيه. يغمض يعني، لو هو بالظبط، بيغسل وشه يغمض كويس. هو بياخد القطرات اللي احنا طبعا مدينها له، وبالذات طبعا القطره بتاعت اللي هي المرطبه للعين. غير كده خلاص الدنيا بتبقى تمام ومستقره. ودايما انا بقول للمرضى بتوعي برضه، انت مش معنى ان انت عملت عمليه تصحيح او خلاص مستغني عن النضاره ان انت خلاص تودع طبيب العيون بتاعك. لازم تكشف بشكل دوري على عينيك، حتى لو انت سليم وشايف 6/6 لازم. وده يعني موجود بره، او ده روتين بره، يعني اللي هو لازم شكل ريجولر، ممكن كل سنه. بعض الناس اللي هم الشباب ممكن كل سنتين لو نظرهم كويس. فلازم دايما تتردد على دكتور العيون وتطمن على عينك.